اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي أحسن حال. يا ريت اللي أول مرة يزور قناتي يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا الإشعار بيه. سموا الله وتعالوا نخش نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. فيديونا النهاردة مشترياتنا ليوم العزومة. تعالوا مع بعض نشوف المشتريات بتاعتنا النهاردة. صلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا مع بعض نشوف الطبرة بتاعتنا أو البوري بتاعنا. لو رحت تشتريه تعرفي ازاي ان هو طازة، وكمان لو هو لسه مش صاحي معاكي زي اللي انا بوريهولك دي ما تبقاش صاحية كده، تعرفي ان هي لسه طازة معاكي ازاي. هنعرف مع بعض كل التفاصيل عن اي مشتريات سمك تروحي تجيبيها، تعرفي منين ان هي تبقى طازة والبياع ما يضحكش عليكي. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بقى اقول لكم ازاي تعرفيها طازة. شايفين ظهر السمكة ما شاء الله عامل ازاي؟ لونه اخضر او اسود كده. لو لونه اخضر او اسود كده يبقى السمك دوت لسه جاي طازه، حتى لو هي مش صاحيه معاكي وما بتتحركش ولا اي حاجه. انما لو لقيتي لون ظهرها متغير مبيض كده ابيض، او لون عينيها متغير، يعني لون العينين ما شاء الله شايفين غامق اهوت. لو لقيتي لون عينيها متغير فاتح كده، او ظهرها ابيض مبيض كده ظهرها ابيض، يبقى تعرفي ان السمكه دي غايبه عند البياع وبقالها كام يوم عنده بايته عنده. وما شاء الله شايفين الطبرة بتاعتي او البوري بتاعي لسه جاي طازه اهوت ما شاء الله، لسه صاحي يعني. وهو على العموم في الشتاء السمك بيفضل فترة طويلة لسه طازة يعني عشان الجو ساقع، انما لو في الصيف هتلاقيه على طول مسافة ساعتين او 3 السمك على طول لونه بيتغير من حرارة الجو طبعا. شايفين ظهر السمكة ما شاء الله كده، السمك بتاعك يبقى لسه طازة ولسه جاي. ظهرها اخضر او اسود زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا لون عينيها متغير. انما لو لقيتي ظهرها كده مبيض ولونه متغير ابيض او اي لون تاني تعرفي ان السمك بايت عند البياع او فايت يعني بقاله كام يوم غايب عنده في التلاجة او عينه عنده. شايفين ما شاء الله. وسواء سمك تاني اي نوع سمك تاني برضو لو لقيت ظهره لونه متغير كده او عينيه يبقى السمك دوت عند البياع بقاله كام يوم. ده كده السمك بتاعنا يا حبايبي او البوري بتاعنا. تعالوا بقى هنركنه على جنب، هغسله انا بقى كويس مع لوحدي كده وهركنه على جنب، وتعالوا نشوف المشتريات بتاعتنا اللي احنا جبناها من السوق. صلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وياريت اللي أول مرة يزور قناتي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا الإشعار بيه. شايفين أنا بوريلكوا لون السمك برضو تاني اهوت، بقولكوا كده السمك يبقى لسه جاي معاكي طازة وما شاء الله عليه. لو لقيتي ظهرها متغير أو اللون متغير يبقى تعرفي إن هو بقاله كام يوم عند البياع. طبعا مفيش احلى من الطبارة او البوري ان انت تجيبيه يبقى لسه طازة كده فريش وتعمليه تشويه على طول او تنضفيه او تعمليه سنجيري. شايفين يا حبايبي ما شاء الله، حتى الفلاش بتاع الكاميرا ظالم لونها بصراحة، كان ما شاء الله عليه. تعالوا كده بقى هروح اغسله، وكمان نروح نشوف كنا جايبين شوية مشتريات كده وخضار من السوق هنشوفهم مع بعض. يا ريت اللي نسي يحط اللايك يحط اللايك يا حبايبي فضلا وليس امرا، ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا الاشعار بيه، وتشيروا الفيديو لحبايبكم واصحابكم عشان يستفادوا منه، وعشان كمان نسبة المشاهدات تبقى عالية. كده انا كنت جايبة نص كيلو شعرية ونص كيلو مكرونة كده، جايبة سايب طبعا انتوا عارفين غلاء الحاجات اليومين دول، كل الاسعار بقت غالية، كل المشتريات غالية. وكنت جايبة صابونة برضو تليف، يعني دول كنت جايباهم كيلو، نص مكرونة ونص شعرية ب18 جنيه. وجبت كمان معاهم صابونة، الصابونة بتتباع في المحلات او في السوبر ماركت ب3 جنيه، هو ادالي ب2 جنيه، يبقى كده 20 جنيه مكرونة وشعرية والصابونة. جبت بطاطس، البطاطس كانت ب5 جنيه يا حبايبي وفي ب6. انا جبت البطاطس دي كده ب5، جبت 3 كيلو ب15 جنيه. شايفين يا حبايبي البطاطس ما شاء الله. وجبت كمان فلفل الكيلو ونص ب10، زي ما انتوا شايفين كده. جبت فلفل موت طويل الشطاطة دوت، وجبت فلفل موت صغير التاني الرومي مع بعضيه كده. جبت كيلو ونص كده. كام واحد انا كنت كسره كده عشان اشوف ان هو حراق ولا لا. تعالوا بقى نشوف المشتريات التانية. وجبت الطماطم كانت ب5 جنيه، جبت 4 كيلو طماطم ب20 جنيه.
والمكرونة والشعرية زي ما قلتلكوا في أول الفيديو، كده بتلزمني في البيت لو عوزت أعمل أي حاجة في وقت متأخر بالليل أو حاجة، بيبقى الحاجة موجودة عندي. وجبت البرنجان الكيلو ونص ب10، شايفين البرنجان ما شاء الله عليه برضو. أنا مبحبش أكتر برنجان برضو عشان إيه، جوزي وأولادي مبياكلوهوش، مفيش إلا أنا اللي إيه بياكله. وجبت كوسة صغيرة بلدي كده للحشية، ما شاء الله عليه الكيلو ب5 جنيه. جبت 2 كيلو ب10 جنيه. يبقى عندي برضو في التلاجة لو عوزت أحب إن أنا أعمل محشي كوسة مع فلفل أو برنجان يبقى موجود عندي. وجبت كيلو ليمون ب10 جنيه. الليمون طبعا أسعاره كل يوم مختلفة عن اليوم التاني، هو والطماطم، يوم بيبقى غالي ويوم رخيص. الليمون كان الأسبوع اللي فات الكيلو ربع ب15، الأسبوع دوت جبته الكيلو إيه ب10 جنيه. وجبت خيار الكيلو ونص ب10 برضو. صلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يبقى كده كنت جبت الخيار وكوسة وجبت برنجان وجبت كمان ليمون وجبت طماطم وجبت بطاطس وجبت فلفل وجبت مكرونة وشعرية وصابون التليف. تعالوا نشوف بقى لسه معانا ايه. كان معانا كنت جايبة كرومبة وكنت راكناها على جنب كده، وجبت السبانخ يا حبايبي. تعالوا بقى نشوف هنغسل الخضار بتاعنا دوت كويس جدا وننضفه، وبعد كده إيه نحطه في المصافي ونحطه في التلاجة. كده يا حبايبي كنت غسلت الخضار، وبقول لكم الكرومبة اهيت كنت جايباها وكنت حطاها في جنب. غسلت كده معايا الخيار والكوسة والطماطم والبرنجان والليمون والفلفل، غسلت كل الخضار يا حبايبي. هسيبه كده يتصفى، حاطه له خرقة طبعا تحتيه على الرخامة، وحاطه كده هسيبه يتصفى شوية، وبعد كده نص ساعة كده ولا حاجة، وبعد كده اعبيه في المصافي بتاعتي عشان احطه في التلاجة. الكوسة بتاعتي دي كانت طازة ما شاء الله، كانت لسه البياع جايبها طازة. غسلتها كده واحطها بقى في التلاجة، وبعد كده اعملها محشي مع بعض. عجبتني بصراحة ان هي لسه جاية طازة كده، حبيتها وجبتها. ده الفلفل يا حبايبي، غسلت كل حاجة لوحدها. وحطيت البطاطس طبعا ما بتتغسلش، حطيتها في التربو كده على جنب عشان احطها في التلاجة، في درج التلاجة كده، عشان احطها في التلاجة من تحت. انا بحب احط البطاطس في التلاجة عشان تغيب معايا، لاني ما بستخدمهاش على طول وبتفضل عندي كل اسبوعين، يعني بتبقى عندي. بحطها كده في التلاجة من تحت عشان برضو ما تزرعش او تختار او لونها يتغير او اي حاجة. واللي السبانخ برضو غسلتها وحطيتها على جنب كده تتصفى، عشان اخرطها برضو وعينها في الفريزر، افرزها يعني في الفريزر. ما تنسوش تحطوا اللايك يا حبايبي، ويا ريت اللي اول مره يزور قناتي يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا الاشعار بيه. كده ما تشتري مشترياتك يا حبايبي كل اسبوع تنزلي تجيب الخضار بتاعك، هيوفر عليكي طبعا تعب ومجهود، وكمان هتعرفي تجيبي الاسعار، تشوفي الاسعار الرخيصه معاكي، والحاجه اللي تحتاجيها تجيبيها على طول، اللي بتستخدميها طول الاسبوع تجيبيها تحطها عندك في التلاجة. والحاجات التانية ممكن تشتريها من السوبر ماركت كل يوم عادي، مفيش مشكله، انما اهم حاجه الخضار تجيبيه وتحطيه عندك في التلاجة.